نفسك تنافسين عربيا طبعا اليوم؟ طبعا. بس لو مثلا قلت لك اسماء شيرين، اسماء المنور، ايه قلت لك انغام، هذا عادي اللون أشرب شاي؟ الطربي اكيد بالعافيه. ايه اللون الطربي ايه اللي له سميعه وجمهور، تقدر تنافس اليوم رحمه رياض او خلينا نحكي بشكل عام المطربه العراقيه تنافس على هذا المستوى، المستوى الطربي؟ احنا بلشنا ننافس. احنا يمكن حاليا بالعراق مثل ما قلتي فنانات قليلات، ولكن ما شاء الله احنا متصدرين بالحفلات. احنا اول الاسماء تنطرح بالمهرجانات والحفلات. نغني طربي، ونغني طربي مصري ولبناني وسوري وعراقي. احنا يمكن اللي يميزنا اللي ايش قد ما لهجتنا صعبه، فنتقن اي لهجه يعني عربيه. يعني انا ما اعتقد انه اكو فنانات عربيات يقدرون يتقنون اللهجه العراقيه مضبوط، بس انا متاكده انه احنا العراقيات نقدر نتقن اللبناني، المغربي، المصري، اللي اي لهجه ثانيه. احييك على هذا الثقه. اريد تصفيق حاد، عجبتني الثقه وعجبني الحماس. زين، نرجع لموضوع التحكيم. يس. من بدأوا يداولون اسم رحمة رياض كمحكمة كان في انتقادات كثيرة عن أنه رحمة رياض شلون تكون محكم. تأثرتي من هذا الانتقاد؟ أبداً نهائياً، ولا قريتها. لا ما يهمني المنتقدين، يعني هذا احنا بعالم إجباري أكو منتقدين. البرنامج أساسه هو الشباب، وأني واحدة من هذول الشباب. أني شابة طموحة، عندي حلم، أني امرأة عراقية عندها أحلام حابة تحققها، عندها أهداف. أنا يمكن أهلي عندي كانوا داعمين، أنا أعرف أكو هواية بنات عراقيات يتمنون يكونون مكانك ومكاني، بس شفتي هاي الانتقادات اللي أنت دا تحكين عنها، لو أني ملتفتت لها يمكن أني ما كان نجحت بسيزن 1 من عراق آيدل.